تعرفوا يا جماعة إن لعيبة غزل المحلة أكتر لعيبة مضغوطة، وأكتر لعيبة بتبقى قلقانة، وأكتر لعيبة بيبقى عندها إرهاق، وأكتر لعيبة بتجري في الملعب، ليه؟ لأن الفرقة اللي بتنزل تدافع وما هيش عارفة هي هتهاجم إزاي، المهم بتبقى نازلة حاطة في دماغها بونت. الفرقة اللي قصادها دي بتهاجم، بتلعب بتكتيك، بتلعب بتشكيل، بتلعب بأريحية في الملعب، بتوزع الكورة أكتر من اللعيبة لما تجري. عشان كده لعيبة غزل المحلة الله يكون في عونها، ماسكها مدرب يعني مش عايز أقول لك ان الشغل اللي هو بيعمله ده. لما انا اقول لك على حاجه، انت كنت بتلعب نادي المصري تمام، ما هوش اهلي ولا زمالك، وكنت بتلعب نادي المصري وخسرت منه. يعني انت خسرت من المصري، كان من باب اولى انزل يا ابني اعمل اللي انت عايزه. اللعيبه خلاها تتهوى كده، اللعيب كل لعيب عنده مهاره يطلعها، كل لعيب عنده فروق فرديه يطلعها، اللعيبه تبين نفسها، وفي الاول والاخر خسرت. يبقى انت تعمل الحاجات دي وبعدها تخسر، هنطلع نقول لك الراجل حاول، الراجل بيلعب بتكتيك، الراجل بيلعب بتشكيل. يا جماعه غيروا المدربين بقى. سلام.